في المبيعات في كلمة بتتقال كتير قوي: المنتج ده غالي، الخدمة دي غالية. كتير من الناس اللي شغالة في السيلز أول ما بتسمع كلمة غالي من العميل تبدأ تدافع عن السعر. لا يا فندم، أصل الجودة أحسن، أصل الخدمة أحسن، إحنا شركة أحسن. كل الكلام اللي حضرتك بتسمعه، بس خد بالك، كلمة غالي مش دايما معناها إن السعر غالي. ممكن يكون معناها أنا العميل مش فاهم الفرق. أحيانا ممكن ما يبقاش شايف القيمة المختلفة اللي أنت بتقدمها، أو ممكن يكون معناها أنا خايف أدفع دلوقتي وأندم بعد شوية. فبدل ما أنت كسيلز بترد بسرعة وتدافع، اسأل العميل سؤال بسيط: يا فندم، غالي مقارنة بإيه؟ السؤال ده بيفهمك هو شايف المشكلة فين. هل المشكلة في السعر، في القيمة، في الثقة كشركة؟ عشان كده دايما بنقول السيلز الشاطر مش اللي يبرر السعر بسرعة. السيلز الشاطر هو اللي يفهم العميل شايف السعر ازاي.